السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية حابب أتكلم مع حضراتكم عن ماتش الأهلي وفيوتشر بتاع امبارح، وحابب نعيش مع بعض كده شوية ونتكلم في الماتش وفي أمور تانية. مبدئيا، هل الأهلي طلع مهزوم امبارح من الماتش؟ من وجهة نظري أنا لأ. ليه؟ لأن علي ماهر وفيوتشر كانوا بيلعبوا مباراة، يعني نهائيات، مش ماتش في دوري، لا بيلعبوا مباراة أكنها بيلعبوا على كأس العالم. اللعيبة بيلعبوا بخشونة، بيلعبوا واقفين على رجليهم، بيدافعوا كويس، بيهاجموا كويس. علي ماهر كان يعتبر بالنسبة له الماتش ده اللي انا حاسه، يعني كان ماتش حياة او موت. طيب، هل غياب حمدي فتحي اثر على الماتش او على الفريق؟ من وجهة نظر انا لا، لان الفريق برضو كده كده احنا بنلعب بمروان عطية، وبنلعب بديانج وقفشة قدامهم او قندوسي. وقندوسي امبارح من وجهة نظري كويس، يعني في بداياته كويس مش وحش. يعني حمدي فتحي لما جه برضو قعد فترة مش ما كانش سوبر، الا بعد كام ماتش، بعد ماتش كتير جدا وبطولات كتير جدا. فان شاء الله باذن الله احنا مستنيين من قندوسي اكتر من كده. هو الراجل رجله كويسه على الجون، بيعمل باص كويس، بيدافع، بيهاجم، وان شاء الله متوسمين فيه خير باذن الله. طيب، هل الرتوش او الروتيشن اللي كان بيعمله كولر هو السبب؟ برضه لا. ليه؟ لان الروتيشن بتاع كولر هو السبب اللي مخلي اللعيبه كلها بتاعه الفرقه عندهم انسجام، واقفين على رجليهم لحد دلوقتي، مع ضغط المباريات، مع السفريات اللي احنا بنسافرها كتير، مع اشتراكات الاهلي في البطولات الكتيره اللي احنا بنشتركين فيها. ده كله خلي بالك. يعني بص، السنه اللي فاتت كان الفريق عامل ازاي في الوقت اللي احنا فيه ده؟ اللعيبه كلها كانت مجهده، مش قادرين يقفوا على رجليهم. كملنا اخر الدوري باللعيبه الصغيره. فلا، مش الروتيشن ده مفيد جدا. حتى الراجل كمان مستر كولر عارف يعمل روتيشن ازاي، بيعرف ينزل اللعيب ده امتى، بيعرف يريحه امتى. كل الحاجات دي كلها كويسه جدا. وبمناسبه مستر كولر، امبارح الكلام بتاعه في المؤتمر الصحفي عجبني جدا. الراجل بيتكلم كلام كويس جدا، بيتكلم الحقيقة، مش بيبان نفسه اللي هو كويس او فرقته كويسة. لا، الراجل بيتكلم اولا قال لك احنا بدأنا المباراة مش كويس او مش احسن حاجة. اول 10 دقايق او ربع ساعة الاهلي احنا متعودين منه اللي هو يهاجم، لا الاهلي كان متراجع، تحس اللي هو متراجع شوية. آه، دي الحاجة التانية، ومن وجهة نظري انا اللعيبة حاسس ان هم ضامنين الدوري، فما عليهمش ضغوط جامده قوي اللي هم يدوسوا ويكسبوا ويحرزوا اهداف. ده احساس عندنا، وده احساس مش حلو لما يكون عند اللعيبه اللي احنا ضمننا الدوري او الكلام ده كله. لا، احنا عايزين كل ماتش، او الجماهير بتحب كل ماتش احنا بنلعبه يبقى هو ده نهائي، وان شاء الله خير. انا حاسس اللعيبه بتاعتنا مجهدين ذهنيا، مباريات كتير، سفر كتير، بطولات كتير. اللعيبه حست ان احنا خدنا الدوري خلاص. اللي بيفكر يمشي، اللي بيفكر في الاحتراف. الحاجات دي كلها بتأثر على اللعيبه وبتأثر على الأداء في الملعب. طيب، القندوسي هو السبب؟ لا، احنا قلنا القندوسي مش هو السبب. القندوسي لاعب كويس جدا، سنه صغير، ان شاء الله باذن الله متوسمين في خير. في لعيبه كتيره قوي جت في الاهلي وكنا قلنا مش حلوين، يعني مثلا ابرزهم عبد الله السعيد. يعني اول موسم، تاني موسم ليه لما جه كنا عايزين نرجعه الاسماعيلي تاني، وفي النهائيات. وبعد كده لما عبد الله السعيد انسجم ودخل في نسيج اللعيبه ونسيج النادي الاهلي، بسم الله ما شاء الله، كان احسن لاعب في مصر كلها، واحسن صانع العاب في مصر كلها. وفي الفتره الاخيره بصراحه هو احسن صانع العاب. فالقندوسي من وجهه نظر انا لا، لعيب كويس،
ولعب ماتش حلو قوي. كان في حاجات بسيطة، والفرقة كلها كانت بصراحة مش في أحسن حاجة. طيب هنتكلم تاني على موضوع الشناوي. موضوع الشناوي احنا قلنا بنسبة كبيرة جدا احتمال اللي هو يخرج، ولو الشناوي خرج احنا قلنا علي لطفي هيكمل هو وشوبير، واحتمال ابو جبل يجي او نشوف حارس مرمى تاني. محمود مرعي مدافع نادي فيوتشر. محمود مرعي لعيب قوي جدا، محتاجين واحد زيه عندنا في الدفاع. لو ما جاش احنا نقدر نشوف حد تاني، او عندنا في الناشئين بتوعنا محمد مغربي بسم الله ما شاء الله، لا ولد كويس قوي، سنه صغير. عندنا عبد المنعم مثال كويس قوي للناشئين بتوعنا. احنا نقدر مغربي مع الاستمرارية مع مطوشة مع الحاجات دي كلها هيجي منه. الولد في المنتخب الأولمبي عامل مطوشة كويسة جدا، وبسم الله ما شاء الله جسمانه كويس، البنيان الجسماني بتاعه كويس. فإن شاء الله بإذن الله محمد مغربي يقدر يشيل الموضوع ده. واحنا عندنا في النادي الاهلي، في ناشئين النادي الاهلي وابناء النادي الاهلي، عندنا بسم الله ما شاء الله لعيبه كويسه جدا. الماتش بتاع امبارح ده اثبت لنا كلنا اللي احنا محتاجين راس حربة، ويكون راس حربة قوي وهيدرز، والكلام ده احنا اتكلمناه تكرارا. وان شاء الله باذن الله في حاجه كويسه جايه الاهلي. احنا اتكلمنا على سماتة، و بنسبة كبيرة أوي ممكن يجي سماتة بنيانه قوي، وزي ما احنا قلنا المواصفات بتاعته، وهو بيلعب في الدوري التركي دلوقتي، وإن شاء الله بإذن الله في احتمالية كبيرة جدا اللي هو يجي. بالنسبة لحسام حسن، لو ادام بنتكلم على رؤوس الحربة، بالنسبة لحسام حسن هو دلوقتي بيلعب في سموحة. سموحة باعت للأهلي اللي هو عايز يشتري حسام حسن. من وجهة نظري خلاص ممكن الأهلي بنسبة كبيرة أوي يوافق ويحط نسبة للبيع بعد كده. طيب حاجة مهمة جدا امبارح الكلام عليها والنهاردة الكلام عليها، هل ينسحب الزمالك أمام الأهلي في القمة؟ ده الكلام ده لسه طبعا مفيش، ده كله كلام، لسه مفيش حاجة باينة. الزمالك لسه عنده ماتش بتاع فيوتشر يوم 8 ويوم 13 هيلاعب ان شاء الله باذن الله الاهلي في الدوري، وان شاء الله باذن الله الاهلي في الماتش ده يكون يحسم الدوري ويحسم المباراة لصالح النادي الاهلي. فالكلام ده لسه، هل ينسحب هل لا، لسه الكلام ده ما بنش. طيب بالنسبة اتكلمنا على الزمالك، طيب في امبارح حاجة حصلت في نادي الزمالك في التمرين، مشادة ما بين فتوح وما بين الجزيرة، والفتوح للأسف ساب التمرين ومشي، خرج من التمرين. طيب هل كده فتوح هيمشي من الزمالك؟ فتوح مش مرتاح الأيام دي في الزمالك، واحنا اتكلمنا في الكلام ده برضو. وهو الراجل عايز يخرج بقى، يروح إعارة السنة دي، يخرج يحترف، يخرج. هو لعيب كويس جدا، باك شمال محترم جدا، سريع، يعتبر من احسن باكات شمال في مصر اليومين دول. طيب اتكلمنا على محمود مرعي، وقلنا لو جه يبقى حاجة كويسة، مجاش مش ان شاء الله بإذن الله نقدر نعوض بلعيب تاني، ومحمد مغربي زي ما احنا اتكلمنا عليه. طيب بالنسبة لإمام عاشور وهتافات جماهير الأهلي على إمام عاشور امبارح في ماتش بتاع فيوتشر. إمام عاشور بالفعل هو زملكاوي، وكان اتكلم على الأهلي، وكان يعني قال كلام مش كويس على الأهلي. بس أولا هو لعيب صغير، أنا مش هدافع عنه أولا يعني. هو زملكاوي، احنا كان الناس كلها بتقول هو زملكاوي. احنا كان عندنا محمد بركات كان زملكاوي بسم الله ما شاء الله بقى حلاوي، وكلنا بنعشق حاجه اسمها محمد بركات. ياسر ابراهيم كان بيلعب في الزمالك وكان زملكاوي، والراجل دلوقتي بيلعب بكل فدائيه في الاهلي، والراجل بقى اهلاوي 100%. فخلينا اسالكوا سؤال، انت مع ام ضد ان امام عاشور يجي النادي الاهلي؟ لو مع امام عاشور يجي الاهلي اكتب لي في التعليقات، ولو
ضد ان امام عاشور يجي الاهلي برضو اكتب لي في التعليقات بتاعتنا. استنى منكم تعليقات. طيب بالنسبه لمحمد بن رمضان، محمد بن رمضان خلاص مش جاي الاهلي. ليه؟ لان محمد بن رمضان خلاص بقى في المجر رسميا. هيلعب في المجر 3 سنين رسميا. طيب بالنسبه لبوبو، بوبو بنسبه كبيره جدا زي ما احنا قلنا، بنسبه تتخطى 90% ان شاء الله باذن الله في الاهلي. الاهلي بيفاوض حد تاني في خط النص، لو امام عاشور ما جاش هيجيبوا ان شاء الله باذن الله، وبنسبه برضو مش قليله هيكون محمود حماده لاعب نادي فاركو. محمود حماده برضو ديفندر محترم قوي. الراجل عنده ميول اللي هو يجي الاهلي، او هيفيد الاهلي، يعني مش شكله شكل الاهلي. وان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا الخير، وربنا يرزقنا ويرزقكم صالح الاعمال. وان شاء الله باذن الله اتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، وعمل كومنت وشير ولايك، واستنى تعليقاتكم على الموضوع بتاع امام عاشور مع ام ضد